أعزائي المستمعين، فيلم النهارده هو فيلم الأكشن والخيال العلمي فينوم، وأكيد يعني أنت تعرف فينوم أو سمعت بيه قبل كده يا عزيزي المستمع، فاسمع وركز ويلا نبدأ الفيلم. وبيبدأ الفيلم بالمركبة الفضائية دي واللي فيها بيتواصل مع مركز التحكم في الأرض وبيقول لهم إحنا أمنا العينات وراجعين خلاص. بس أول لما السفينة بتبدأ تدخل الغلاف الجوي ما تعرفش إيه اللي بيحصل فيها وبتخرج عن السيطرة وبتنزل للأرض بسرعة كبيرة جدا زي النيزك وبتوصل للأرض وبتنفجر، والسفينة بتكون أصلا نزلت في ماليزيا وبينزلوا منها الشيء الغريب ده، ومركز التحكم بتوصل المصيبة اللي حصلت دي واسمه ايه ده بيقولوا وايه اللي حصل بالظبط. فالست دي بتقول له هيكل السفينه الفضائيه اتخرم وما نعرفش من ايه، فبيقول لها طب والعينات بتاعتنا؟ قالت له احنا لقينا 3 وفي واحد هرب. والمسعفه دي في المنطقه اللي حصل فيها الحادثه بتروح تشوف واحد من اللي كانوا على السفينه وبيكون لسه عايش، فبياخدوه في الاسعاف بس مره واحده بيفوق فجاه وايده بتتحول لماده سودا مطاطيه وبيمسك في دماغها، والسواق برضه بيمسك في دماغه بيخليه يفقد السيطره والعربيه بتتقلب بيهم، والمسعفه بتفتح سقف العربيه وبتطلع منها والجروح اللي حصلت لها بتبدا انها تتداوى وهي ماشيه. وبعدها في ولايه كاليفورنيا مدينه سان فرانسيسكو اسمه ايه ده بيكون نايم ومره واحده بيلاقي المخده دي نازله على دماغه وبتكون خطيبته وبتقول له قوم صباح الخير، فبيقول لها صباح الخير، فبتقوم خبطه المخده في وشه وبتقول له انا عندي جلسه بخصوص قضيه مؤسسه لايف، ما تنساش قبل ما تطلع تاكل القطه، فقال لها ماشي. وبعدها بيكون رايح على شغله واسمه ايدي بروك يا عزيزي المستمع، وبيكون شغال صحفي بينقل اخبار الشركات الفاسده والمسؤولين اللي بيستغلوا سلطتهم، واللي بيميزوا بقى انه جريء وقلبه ميت ومش بيخاف يواجه اي حد من الناس دي وياخد استفساراته ويحقق معاه كمان قدام الصحافه والتلفزيون. وبعدها بيروح للشبكه الاخباريه اللي هو شغال فيها وبيقابل اللي واقف في الاستقبال ده وبيقول له اشتري ريتشارد صباحك عسل، وبيطلع للمكتب بتاع المدير فوق والمدير بيقول له بص يا ايدي انا عايزك تنزل شركه لايف فاونديشن وتعمل مقابله مع رئيس الشركه. فقال له الراجل اللي بيقول انه عنده رؤيه للمستقبل، قال له كارلتون دريك، هو يتكلم عن الصواريخ بتاعه الشركه ويعرف الناس انها امان، والحادثه اللي حصلت في المركبه الفضائيه دي ما كانتش غلطتهم. فقال له الراجل ده انا شاكك فيه. قال له شاكك فيه؟ بص يا ايدي الراجل ده قادر يشتري الشبكه بتاعتنا دي كلها ويحول المبنى ده كله لموقف للعربيات بتاعته ولا حاجه، فاللي انت هتعمله انك تتكلم معاه عن موضوع الصواريخ بس واياك تتكلم في اي حاجه تانية. فقال له ده نصاب. قال له برضه اسمع يا ايدي احنا اديناك الوظيفه دي وقت لما كنت خلاص هتخسر كل حاجه وكلنا بنحب البرنامج بتاعك، في حركه منك كده ولا كده يبقى كل سنه وانت طيب، وده لانك هتدمر الشبكه بتاعتنا. فقال له ماشي. وبالليل ايدي بيفتح اللابتوب بتاع خطيبته من وراها وبيلاقي مستندات سريه تخص شركه لايف واقواضي ضدهم كفيله انها تودهم في داهيه، وده لان خطيبه ايدي محاميه وشغاله في مكتب محاماه كبير ومكتب المحاماه ده شغال لصالح شركه لايف. والصبح بيكون كارتون صاحب شركه لايف فاونديشن بيشرح للعيال الصغيرين دول اللي جايين الشركه زياره وبيقول لهم المؤسسه بتاعتنا هتبعت صواريخ قريب في رحله استكشاف للفضاء عشان نعرف ان كنا كلنا هنعيش في الفضاء في يوم من الايام ولا لا. والدكتوره دي بتيجي وبتقول له الصحفي اللي هيعمل معاك المقابله بره، وايدي بيصور معاه وبيقول له يا استاذ كارتون انت في الاصل بريطاني ولما كان عندك 19 سنه اكتشفت علاج خلينا كده نقول انه بيمد او بيطول في اعمار الناس المصابه بسرطان البنكرياس، ولما وصلت 24 سنه اسست شركه لايف فاونديشن وبنت صواريخ وقررت انك تستكشف الفضاء. فقال له هو ده ما حصلش من يوم وليله. فقال له طب بالنسبه للعلاج والادويه اللي عندك بتختبرها ازاي؟ فالولايه اللي معاه بتقول له يا ايدي مش المفروض ان احنا بنتكلم عن الصواريخ؟ فقال لها ما انا عارف بس بتكلم حالا عن الاتهامات والقواضي الموجهه للشركه. هو صحيح يا استاذ كارلتون بتضحك على الناس الغلابه بالفلوس وتلعب في دماغهم على اساس انهم هيشاركوا في تغيير العالم وبتعمل عليهم تجارب؟ فلما بيتزنق في الكلام بيشاور للامن يجوا وبيجوا يوقفوا التصوير، وايدي بيقول لهم لا انا مش همشي، دي شركه بتموت الناس ونصابين. فقالوا انت انتهيت يا استاذ ايدي. قال له ايه انت بتهددني؟ قال له شوف وشك بخير. ولما بيرجع ايدي للشبكه وبيقابل المدير فبيقول له انت عملت عكس اللي انا قلته لك خالص يا ايدي، انت مطرود، اشوف وشك بخير. والخيبه ان خطيبته هي كمان اتطردت من الشغل بسبب المعلومات اللي خدها من وراها، وبتقول له انت اناني وما بتفهمش، انا اتطردت من شغلي بسببك وده بسبب المعلومات اللي انت خدتها من وراها ورحت تواجه كارلتون بيها، وبتديله الدبله بتاعته وبتسيبه وبتمشي. فبيقول لها اني استني، فما بتعبروش. وبالليل العينات اللي كانت المركبه الفضائيه جايباها من الفضاء بتوصل بعربيه الشركه الكارتون، والمسعفه اللي دخل في جسمها الطفيلي وخلاها تتحول بالمنظر ده بتدخل سوق وبتمسك قرموط ولا تعبان بحر وبتقطمه من دماغه وهو نايم. فاللي واقف بيقول لها هو ايه اللي انت عملتيه ده؟ فبتحول ايديها لسلاح وبتجيب رقبته بيها. فالرجاله دول بيقوموا يسحبوا اسلحتهم فبتروح ضربه اشواك من جسمها بترقدهم كلهم، وبتروح للست العجوزه دي وبتنقل الطفيلي من جسمها ليها. وبعدها في شركه لايف الدكتوره دورا وكارلتون بيجربوا طفيلي من الطفيليات اللي وصلتهم على الارنب عشان يشوفوا هيعرف يتحد معاه ويحقق معاه التعايش ولا لا، والطفيلي فعلا بيقدر يتحد مع الارنب. فكارلتون بيقول حلو قوي احنا كده بقى نجيب متطوع ونختبره عليه عشان لو حقق التعايش معاه هيكونوا بعد كده البشر قادرين يعيشوا في الفضاء. فالدكتوره بتقول له بس الموضوع ده خطير ولسه مش مستقر يعني. فبيقول لها اسمعي يا دكتوره احنا دلوقتي قدام اكتشاف علمي كبير جدا، فكري في اللي بعد كده والاجيال اللي جايه،
فكري في ولادك. قال لها بالمناسبة ايه اخبار ولادك؟ وبعدها ايدي بيعدي على الشحاتة دي إيه شحاتة ايه؟ طب اقول ايه؟ طب ما هو اللفظ وحش اصلا. فالمهم بيقول لها ازيك يا ماريا، امال فين الجرايد؟ فبتقول له معايا وهديك الواحد ب5 دولار. فقال لها يا حلاوة تدينا الواحد ب5 دولار اللي هو أصلا ببلاش؟ قالت له ما أنا مشيت مسافة عشان أجيب الجرايد دي على هنا. فقال لها مشيتي مسافة بصي مع إن كتير أوي ال5 دولار بس هاخده منك برضه. وبيدخل السوبر ماركت ده وبيمس على اللي واقفة فيه، فبتقول له أنت عامل زي اللبخة كده ليه؟ أنت جاي من بره. فقال لها يعني ممكن تقولي كده. والحرامي ده بيدخل المكان وبيقول لها اديني يا مرة ازازة والفلوس اللي عندك دي، وبيرفع السلاح عليها، وايدي بيشوفه وبيعمل نفسه مش واخد باله. والحرامي بياخد اللي هو عايزه وبيطلع، وايدي بيشتري اللي هو عايزه وبيحاسب عليه وبيطلع. وبعدها بيرجع لشقته وبيكون جايله انذارات بتأخير دفع الفواتير، وبيحاول انه يشوف شغلانه وبيكلم ناس بس ده بيعتذر وده بيعتذر. وبيكون قدامه اعلان موظف في مطعم يغسل اطباق، وبيبقى واضح ان دنيته خربانه خالص من ساعه ما اتطرد من شغله. وشركه لايف بيكونوا جابوا متطوع وبيدخلوه جوه الاوضه دي وبيفتحوا العبوه اللي فيها الطفيلي وبيطلع عليه وبيدخل جوه جسمه، وبيبان قدامهم ان كل حاجه تمام، بس مره واحده الطفيلي بيفضل يعصر في الواد من جوه وبيقلب كل حاجه في جسمه عصير باين. فكارتون ما بيهتمش وبيقول لهم هاتوا المتطوع التاني. وايدي بيكون رايح للسوبر ماركت وبيلاحظ ان ماريا اللي اديته الجنان ب5 دولار مش قاعده في مكانها زي كل مره. وبيدخل السوبر ماركت وبيقابل جوه الدكتوره دورا، وبتقول له انا الدكتوره دورا سكارس، عايزه منك مساعده، انا شغاله في مؤسسه لايف. فقال لها صحيح، طب مع نفسك بقى. وبيطلع بره، فبتطلع وراه وبتقول له استنى يا استاذ ايدي، انت كان معاك حق في كل اللي قلته ضد الشركه، لان كارتون عنده مختبر بيجيب فيه الناس الغلابه وبيعملهم زي فران التجارب، وبسبب كده بيموتوا. فقال لها انت شفت الكلام ده بعينك؟ قالت له فقال لها طب ما تعرفي الشرطه. قالت له ما اقدرش، انا هخاف على عيلتي من اللي هيعمله، هو خطر ومش سهل على فكره. فقال لها طب ما انا عارف انه مش سهل، ده انا المقابله اللي عملتها معاه وبسبب مواجهتي ليه خسرني شغلي، ومش كده وبس، خسرت خطيبتي وشقتي كمان. فلا، انا بره عني الحكايه دي كلها. وبيسيبها وبيمشي، وبيعدي على شقه اني وهو ماشي وفجاه بيلاقيها وراه. فبيقول لها ازيك يا اني، انا كنت بتمشى شويه وعديت على بيتك وكده. فبتقول له بص يا ايدي ده دان. فبيسلم عليه وبيقول له ازيك يا ايدي، اني كلمتني عنك كتير. وبيقول لي اني انا هدخل استناكي جوه تمام. فايدي بيقول لها ايه ده معاه مفاتيح بيتك. فقالت له ما انا عارفه. فقال لها هو ده محامي؟ قالت له لا دكتور. انت بتعمل ايه هنا يا ايدي صحيح؟ فبيقول لها احنا كنا خلاص قربنا نتجوز، بس دلوقتي يعني مش عارف، يعني ما فيش امل نرجع. فبتقول له لا خلصت يا ايدي، وانت كنت السبب في كده. وبتسيبه وبتدخل جوه. فبيروح يتمشى وبيقف على الكوبري ده وبيطلع الكارت بتاع الدكتوره دورا وبيرن عليها وبيقول لها معاكي ايدي براك. فبيروحوا هما الاثنين على مؤسسه لايف، والدكتوره دورا بتقول له كارتون بيبعت سفن من الفضاء عشان يجيب كائنات حيه بنسميها سيمبيوت، وهو فاكر ان الاتحاد بين البشر والسيمبيوت هيمكننا ان احنا نعيش في الفضاء. والامن ده بيظهر في المكان، فدورا بتفتح لايدي المختبر وبتقول له ادخل بسرعه وياك تلمس اي حاجه. وبتاع الامن بيقول لها ايه يا دكتوره، مش المفروض ان الكل يروحوا ولا ايه؟ فبتقول له ما هو العلم ما بينامش. وايدي بيكون جوه وبيبدا يصور اللي هو شايفه من بلاوي زرقاء وصفراء وجميع الالوان يعني. وماريا بتاعته الجرنان بتبقى محبوسه في الاوضه دي، واول لما بتشوفه بتفضل تخبط على الباب وبتقول له خرجني من هنا يا ايدي. فبيحاول يكتب اي باسورد عشان يخرجها، فالانذار بيشتغل وماريا بتتكهرب جوه. فبيمسك ايدي طفايه الحريق دي وبيخبط بيها على الازاز لحد ما بيكسره. فبتروح ماريا نطه ماسكاه من رقبته وبتجيبه على الارض، والسمبيوت اللي في جسمها بيبدا يخرج وينتقل لجسم ايدي. فبيقوم ايدي يجري لبره وبيطلع بره المختبر وبيقابل بتاع الامن ده في وشه. فبيروح نطط على الجدار وبيخبطه، والتاني بيتزحلق وبايده بيكعبله، وبيروح خابط الباب ده برجله بيقلعه وبيطلع لبره، بينط من بين الشباك دي بيكسرها وبيعدي منها، وبيبدا انه يجري في الغابه والامن بيضربوا عليه نار وبيكونوا بيجروا وراه، وبيطلعوا كمان بالعربيه دي. وايدي بيبص بيلاقيهم كلهم جايين عليه، ولما بيتجمعوا كلهم بيكون ايدي اختفى وبيبقى متشعبط فوق الشجره دي، يعني حوالي 60 متر كده فوق ولا حاجه، مش للدرجه دي طبعا يا عزيزي المستمع. وبيكون النهار طلع وايدي بيرجع لشقته وبيكلم الدكتوره دورا في التليفون وبيقول لها بس ده كانت فكره وحشه قوي، وبيبقى حاسس نفسه انه تعبان. فبيقول لها انا هرجع اتصل بيكي تاني، وبيفتح الفريزر وبياكل في كيس الناجتس ده وما اعرفش ده ايه، وبيرفع الكيس على بقه، وبيفتح الزباله بيطلع منها بواقي الفرخه وبياكلها، وبيقوم يجري على الحمام وبيجيب اللي في بطنه. ولما بيبص في المرايه دي بيلاقي وشه قلب وحد بيقول له ايه دي، فبيتخض وبيرمي نفسه لورا بيقع في البانيو وبيغمى عليه. وكارتون بيبقى وصل شركته وبيقول لهم هو ايه اللي حصل بالظبط امبارح، وبيشوف ماريا خلصانه، فبيقول هو اللي اقتحم المكان امبارح السمبيوت دخل في جسمه. فالدكتوره دورا بتقول له احنا ما نعرفش ايه اللي حصل بالظبط. وواحد من الدكاتره بيقول له تعالى كده يا استاذ كارتون، شوف المتطوع ده كل حاجه في جسمه بدات تبقى مستقره، السمبيوت قدر انه يتعايش معاه. فقال له طب حلو قوي ممتاز، انا بقى مش عايز اضيع وقت عن كده، هاتوا متطوعين خلونا نرفع مستوى الاختبار. وبيقول لي بتاع الامن ده انت مطرود، هاتوا لي السمبيوت اللي هرب من هنا دلوقتي.
والست العجوزه اللي السيمبيوت كانت نقلها عن طريق المسافه بتبقى وصلت المطار وبتشوف البنت الصغيره دي، فبتروح وراها عشان السيمبيوت ينتقل لها، لان هنا السيمبيوت اللي بيتحكم في اللي بيدخل لجسمه. وايدي بيبقى وصل للمطعم ده واللي بتكون اني واللي اسمه دان ده قاعدين فيه، وبيقول لي اني بص على الصور اللي صورتها من جوه مختبر مؤسسه لايف دي لوحدها ادله تودوهم في 600 داهيه وقتي، لازم حالا تعرفوهم في شغلك وتوروهم الادله دي. وبيقوم ياخد حته اللحمه دي من الويتر وبياكلها، بس بيرجع يطفها تاني وبيقول له ده حيوان ميت مش هينفع. وبيروح على ترابيزه الناس دي وبيحط ايده في اكلهم وبياكل منه، بس بيرجع برضه يطفه تاني وبيقول لهم انا حران، وبيروح ينزل في حوض السمك اللي موجود في المطعم. فالوليه دي بتقول انا هتصل بالشرطه، فدان بيقول لها لا لا اطلبي الاسعاف احسن، انا دكتور وده مريض عندي. وايدي بيمسك الاستاكوزا دي من الحوض اللي هو قاعد فيه وبياكلها نيه، وبعدها الدكتور دان بياخده وبيعمل له اشعه بالرنين المغناطيسي. واول لما بيشغل الجهاز ايدي بيفضل يتنفض من مكانه وما بيعرفش ايه اللي بيحصل له، وزي ما بيكون بيتكهرب. فالدكتور دان بيوقف الجهاز وبيدخل له وبيقول له يا ايدي انت كويس، خد نفس بس وما تقلقش. بس مساعد الدكتور دان بيلاحظ ان في حاجه غريبه في جسم ايدي، وبعدها دان بيقول لايدي ما تقلقش احنا هنلاقي حل للي عندك ده، بس انت بس روح ارتاح وانا هتصل بيك لما اوصل لنتيجه. وفي شركه لايف كارتون بيكون بيقول للدكاتره هو مش كل حاجه كانت تمام والسيمبيوت قدر يحقق التعايش مع المتطوع، ايه بقى اللي حصل؟ فبيقولوا له السيمبيوت بيقتل المتطوع من جوه، يعني بيستهلك في اعضائه، مع اننا مقدمين ليه التغذيه الكافيه. وبص كده على اللي هيحصل ده، وبيروح مشغل ذبذبات صوتيه بتخلي المتطوع زي ما بيكون بيتكهرب. والدكتوره دي بتقول الاصوات اللي في حدود ال 4000 و 6000 هرتز بتاذي السيمبيوت. والدكتور بيقول المتطوع خلاص دخل على فشل في الكبد، فقال لهم يبقى هنحتاج لمتطوع جديد. والدكتوره دورا بتيجي تدخل المكتب بتاعها، فبتلاقي 2 من بتوع الامن مستنيينها وبيمسكوها وبيودوها عند كارتون وبيقولوا له هي اللي ورا اللي حصل. وبالليل اني بترن على ايدي وبتقول له انت حاسس بايه دلوقتي؟ فبيقول لها حاسس اني تعبان. فبتقول له في الحقيقه يا ايدي انت متصاب بطفيلي. فبيقول لها ما انا بسمع اصوات في دماغي. فالدكتور دان بيقول له طبيعي انك تهلوس في الحالات اللي زي دي. فبيقول له يعني يا دان الطفيلي اللي انت بتقول عليه ده بيقدر يخليني اطلع فوق الشجر وبسرعه جنونيه؟ فبيسمع صوت بيقول له اه احنا عملنا كده فعلا. والدكتور دان بيقول له اسمع يا ايدي انا هكتب لك على كام دواء كده عشان نحاول نخرجه من جواك. فايدي بيسمع صوت بيقول له ده مش هيحصل ابدا. فبيقول له اسكت بقى. فانا بتقول له هو في ايه يا ايدي؟ احنا غلطانين ان احنا بنحاول نساعدك؟ فبيقول لها لا انا ما بكلمكوش انتوا، بص انا هرجع اتصل بكم تاني يلا مع السلامه. وبيكون جاره اللي جنبه مشغل مزيكا بصوت عالي، فايدي حاله بيتقلب وبيطلع له بيخبط عليه وبيقول له وطي صوت المزيكا بتاعتك ده عشان انا تعبان وحالتي مش كويسه خالص. فبيقول له يلا يلا. فبيروح قلب له على وش الغضب، فقال له خلاص خلاص هوطيها. وكارلتون بيكون بيقول للدكتوره دورا مين اللي كان معاكي في اليوم ده ودخلت المختبر؟ فبتقول له ما اقدرش اقول لك. قال لها ليه؟ ده كده السيمبيوت ممكن يأذيه واحنا بدورنا نلحقه وننقذه قبل ما يحصل له اي حاجه، وما تقلقيش من هنا ورايح مش هنأذي حد وهنمشي باسلوب مختلف، اتفقنا؟ مين بقى اللي دخل المختبر؟ فبتقول له ايدي براك. فبيقول لها ماشي انت كنت من احسن الدكاتره عندنا، طلعوا السيمبيوت. فبيفتحوا السيمبيوت ده بيطلع وبينزل لها، وباب شقه ايدي بيخبط، فلما بيفتح بيلاقي اسمه ايدي ماسك فيه. وزلبطه التاني ده بيقول له احنا جايين نرجع الحاجه اللي انت خدتها من المختبر يا ايدي. والرجاله بيرفعوا عليه اسلحتهم، فايدي بيرفع ايده وبيسمع الصوت اللي في دماغه بيقول له انت بتعمل ايه؟ نزل ايدك. فبيرجع يرفعها تاني فبينزلها له، بيرفعها تاني بينزلها له، وبيفضلوا كده. والصوت اللي في دماغه بيقول له مالكش دعوه انت انا هقوم بيهم. والرجاله بيضربوا عليه نار، فبيروح خابط ده بالايد المطاطيه بيوقعه من الشباك، وده بيجيبه من رقبته وبيخبطه في السقف، وده بيكشف له زلبطه من رقبته بيجيبه. وايدي بيقول له معلش انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل ده، وبيروح خبطه في الترابيزه وبيمسك الدمبل بيحدفه في وش الواد ده. وايدي بيبص لايديه بيلاقي بتاع كده زي السلايم عمال يروح ويجي في ايده، فده بيجي يضرب عليه نار فبيطلع من جسم ايدي مطاط وبيبعده قبل ما يتضرب بالنار. وايدي بيقوم بقى يكسر الكرسي على اسمه ده وبيمسك الواد ده ودراعه بيتحول لقبضه كبيره وبيروح ملبسها له في وشه وبيرميها على الجدار اللي جنبه، وبيمسك ده بيلوي له دراعه وبيخبطه خبطتين في بطنه وواحده في وشه وبيرميها على زميله التاني. وبيجي ايدي يطلع بره الشقه فبيلاقي الرجاله مقابلينه على السلم، فبيروح ناطط من الشباك وبيطلع من جسمه المطاط وبيمسك في بلكونه الناس دي وبيقع جوه عندهم. فبيقولوا له هو ايه اللي انت عملته ده؟ فقال لهم انا الظاهر كده متصاب بطفيلي او حاجه شبه كده ما اعرفش. وزلبطه بيكلم كارلتون وبيقول له السيمبيوت اتنقل لجسمه، انا هعرض لك حالا اللي احنا صورناه. وكارلتون بيشوف اللي حصل على الشاشه وبيقول ايه ده قدر يحقق التعايش معاه، بصوا يا جماعه ده حقق التعايش مع الكائن ولا زلبطه هاتهولي. وايدي بيبص في ازاز العربيه دي بيشوف انعكاس كائن غريب، فبيستغرب نفسه بيقول ايه ده كله كلام فاضي، ده انا بهلوس، انت مش حقيقي ومجرد هلوسه في خيالي ومجرد طفيلي. فبيقول له طفيلي وبيروح لازقه في الجدار. وطياره الدرون دي بتيجي لايدي وبتخبط في الجدار بتنفجر جنبه، فبيروح راكب الموتوسيكل بتاعه وبيطلع بيه. وطيارات الدرون بتبدا تطلع وبتجري وراه، فدراعات ايدي بتتحول للماده المطاطيه والسيمبيوت اللي في جسمه هو اللي بيتحكم في السواقه وبيفجر كام طياره درون كده وراه. وايدي بيفضل سايق وبتكون في طياره وراه، فبيروح السيمبيوت قلع باب العربيه دي وبيحمي بيها ظهر ايدي، فبتروح الدرون منفجره في الباب. ودرون كمان بتلبس في العربيه دي بتفجرها وبتقلبها، وبتبدا العربيات بقى تجري ورا ايدي والعربيه دي بتقف قدامه
مفاجاه. فبيروح السيمبيوت طالع من جسمه وبيزحقه على الارض وبيمسك في العمود ده وبيعدل الموتوسيكل تاني وبيكمل طريقه، والعربيات بتكون لسه مكمله وراه وبيقابله طريق مسدود. فبيروح السيمبيوت ناطط من فوقه وبيكمل طريقه وبرده العربيات لسه وراه. وفي الطريق بيقابلوا عربيتين ورا بعض سدين الطريق. فبيروح السيمبيوت مطلع دراعات من جسم ايدي وبيفتح له الطريق، والعربيتين دول بيزنقوا ايدي بينهم. فبيروح السيمبيوت لازق فيهم هما الاثنين وبدراعاته بيمسك الطاره من كل سواق فيهم وبيروح كسر بالطارات بيلبس العربيتين وبيقلبهم. وايدي وهو باصص وراه مش واخد باله العربيه دي بتخبطه وبتوقعه من على المكنه. ومين اللي بينزل من العربيه؟ زلبطه، وبيقول لكارلتون وقعته. فبيقول له تمام هاتهولي. فبيروح يجيبه بس بيقوم السيمبيوت ماسكه من رقبته وبيعدل رجل ايدي اللي اتكسرت وبيبدا انه يداوي جراحه. والسيمبيوت بيغطي جسم ايدي كله وبيظهر على حقيقته وبيمسك زلبطه وبيرفعه وبيفتح بقه عشان ياكل راسه، بس اسمه ايه ده بيضربه بخرطوش في ظهره. فبيلف له وبيرمي زلبطه لورا وبيروح عليه وبيقطم راسه وبيبدا انه ينط على العربيات بيدغدغها وبيروح حاطط في البحر وبيجري في الميه لحد ما بيطلع بايدي في المكان ده. فايدي بيقول ده انا رجلي اتكسرت، بس ايه ده يا مش كانت مكسوره حالا. والسيمبيوت بيروح طالع بوشه لايدي. فبيقول له هو انت مين؟ قال له انا فينوم وانت تخصني. اسمعني يا ايدي، مش انتوا اللي لقيتونا، احنا اللي لقيناكم، واعتبر نفسك وسيله نقلي. فبيقول له انت عايز تروح فين؟ قال له الصاروخ بتاع كارلتون دريك. فقال له انت عرفته منين؟ قال له انا اعرف كل حاجه عنك يا ايدي عشان انا عايش جوه دماغك، فتعاون معايا عشان تعيش وكده نتفق. والدكتور دان بيتصل باني وبيقول لها تحليل ايدي وصلتني وانظمه جسمه مش شغاله بشكل عادي، حاولي تجيبيه على هنا عشان نشوف هنعمل معاه ايه. فاني بتروح للمنطقه اللي فيها شقه ايدي وبتلاقي الشرطه مقفلاها. فبتسال الضابط في ايه؟ فبيقول لها احنا عملنا اخلاء للمبنى ووجودك هنا خطر عليكي، يلا خدي بعضك وامشي من هنا. فبتتصل عليه وبتقول له انت فين يا ايدي؟ لازم نتقابل دلوقتي. فبيقول لها لا مش وقته خالص، مش هينفع دلوقتي. وبيدخل مبنى الشبكه الاخباريه اللي كان شغال فيها، بس ريتشارد اللي واقف في الاستقبال بيمنعه يطلع. فبيقول له طب خلاص ممكن تدي ده للمدير، لازم يشوف اللي عليه. فبيقول له بره عني انا مش عايز اخسر شغلي يا ايدي. ففينوم بيقول له تعالى ناكل دماغه. قال له لا اياك تلمسه، ده صاحبي وشغال في 3 اماكن عشان يامن عيشه كويسه لعيلته. فريتشارد بيقول له في ايه يا ايدي مالك؟ قال له بعد عني ما تقربليش، وبيطلع من المكان. ففينوم بيقول له انت عايز تطلع؟ طب ما تقول عادي. وبيروح متحول لشخصيته الكامله وبيطلع على المبنى وبيقف على القمه بتاعته وبيقول لايدي العالم بتاعكم مش وحش وصعبان عليا انه يتدمر. وفجاه في طياره بتعدي من فوقه ففينوم بيتصاعق من الصوت وبيدخل جوه جسم ايدي، وايدي بيقع لتحت بس فينوم بيرجع يلحقه وبيلزقه في المبنى وبيقوم داخل بيه المكتب المدير. وايدي بيقول له انت كده هتموتني. فقال له انت لو مت انا هموت برضه. فقال له ازاي وانت ممكن تتخلص من جثتي وتستبدلني عادي؟ قال له ما انت جسمك ده مناسب ليا وعشان كده مش هخلص منك بسهوله. فبيقول له اللي انت شايفه وبيكتب رساله للمدير وبيسيبها له مكتوب فيها انه يعمل الصح وبيسيب له معاه الدليل اللي هو الموبايل. وفينوم بيقول له نط لتحت فما بيسمعلوش وبينزل في الاسانسير. فبيقول له انت جبان يالا. وبيجي يطلع من المبنى بيلاقي قوات في وشه باسلحه، فبيرفع ايده وبيقول لهم بلاش يا رجاله اسمعوا مني. وبيروح فينوم طالع بشكله الكامل والرجاله بيبداوا يضربوا عليه نار بس ولا بتاثر فيه، وبيرموا عليه قنبله غاز فبيفجرها بايده وبيبدا يطلع من وراهم وبيسحب فيهم واحد واحد، واللي بيرميه هناك واللي بيخبطوا كده واللي بيسحبوا كده، اصل بيكون ده كله في وسط الدخان وبالليل، وبيسحب من دول اسلحتهم وبيرميها عليهم. فبيبداوا يرموا عليه قنابل ضوئيه بتاثر فيه، فبيروح طالع لاسمه اللي فوق ده وبيحدفه من البلكونه وبيطلع على العوارض الحديد دي وبيرميها فوقهم، وبيروح نازل لهم وبيمسك واحد فيهم وبيفضل يخبط الباقي بيه، وده بيفضل يضرب عليه نار فبيروح ماسكه ورافعه على بقه عشان ياكل راسه. بس اني بتظهر فجاه في المكان وبتصرخ من المنظر، ففينوم بيسيبه وبيدخل جوه جسم ايدي تاني، واني بتطلع تجري منه فبيقول لها استني يا اني افهمك، انا متصاب بعدوى والكائن ده جواه ومحتاج حد يساعدني. فبتقول له تعالى معايا على المستشفى حالا، وبتاخده في العربيه عشان يروحوا للمستشفى. وفي الطريق ايدي بيعرف اني ان نقطه ضعفه هي الصوت والنار كمان، وبيقول لها انا اسف يا اني على اللي عملته وتسببت في طردك من الشغل. فقالت له ماشي بس ده مش وقته دلوقتي، خلينا بس نروح للمستشفى الاول. وبتكون في طياره درون على العربيه بتاعتهم ومراقباهم، وكارلتون بيكون لوحده في المختبر، والبنت الصغيره اللي السيمبيوت اتنقلها من الست العجوزه بتدخل المكان. فبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ انت تايه يا حبيبتي ولا ايه؟ فبتمسك في رقبته وبتنقله السيمبيوت. وايدي واني بيبقوا وصلوا للدكتور دان، ودان بيقول له بص يا ايدي دي التحليل بتاعتك، حاجه بصراحه عمري ما شفتها قبل كده، الطفيلي ده بياكلك من جوه. ففينوم بيقول له ايدي سيبك منه وما يعرفش بيقول ايه. فدان بيجي يقرب من ايدي فبيروح فينوم ماسكه من رقبته بيرفعه من على الارض، فبتروح اني مشغله ذبذبات صوتيه بتكهرب ايدي وبتزعج فينوم لحد ما بيطلع من جسمه، فبيقفلوا عليه الاوضه دي. وايدي بيقول له يعني انت كنت بتحاول تقتلني وبتاكل في اعضائي من جوه؟ طب وبالنسبه لكلامك لما قلت ان جسمي ملائمك كان ايه؟ كده كل حاجه ما بيننا خلصت. وبيطلع بره، وفينوم بيروح طالع من الفتحه اللي في السقف دي، وفي اوضه تانية في المستشفى الكلب ده بيروح عند فتحه التكييف دي، فبيروح فينوم طالع منها ولابس فيه. وايدي بيجي يطلع بره فبيقابل زلبطه في وشه وبيقوم خبطه بطلقه مخدره بينيمه، والكلب اللي فينوم لابس فيه بيروح لاني وخلاص عارفين هيعمل ايه يعني.
وايدي لما بيفوق بيلاقي نفسه في المختبر بتاع كارتون وزلبطة واقف قدامه، فبيقول له عادي خلص عليا انا كده كده بموت يعني. قال له لا انا مش هخلص عليك ببساطه كده، انا اول حاجه اعملها ان اقطع لسانك من بقك. فبيروح خبطه روسيه وكارتون بيدخل عليهم وبيقول بره يا زلبطه، وبيقول لايدي هو فين، فقال له ما اعرفش وحتى لو اعرف مش هقول لك. فبيقول له طب اسمع يا غبي، انت خدت السيمبيوت بتاعي والغريبه بقى انه قدر يتعايش معاك، ودي حاجه كويسه يا ايدي عشان انا ببني عالم جديد، الانسان والسيمبيوت. فبيقول له الموضوع مش حلو خالص، ده طلع بيقتلني من جوه. قال له انا هسالك للمره الاخيره السيمبيوت فين؟ فقال له ما اعرفش. فبيروح متحول للسيمبيوت اللي جواه بيقول له فينوم فين، وبيرجع يدخل جوه جسم كارتون تاني وبيقول له خلاص يا ايدي مالكش لازمه عندي، ازلبطه تعالى شطبه. والسيمبيوت اللي في جسم كارتون بيقول له احنا في كتير مننا وهيتبعوا اوامري. فقال له قصدك اوامرنا احنا الاثنين؟ قال له اه بس لازم نجيبهم كلهم الاول. فبيقول له بتاعت انا دي. وزلبطة ورجالته بيبقوا واخدين ايدي عشان يخلصوا عليه في الغابه، وزلبطة بيرفع على ايدي السلاح فايدي بيمسكوا منه بس زلبطة بيخبطوا بيوقعوا في الارض، وفينوم بيظهر في المكان وبيسحب في رجالته واحد واحد وبيطلع من وراه وبيقطم راسه، وبيكون فينوم في جسم اني وبيمسكه وبيروح راجع جوه جسمه تاني. واني بتقول ايه ده انا اكلت راس واحد. فايدي بيقول لها ما انا عارف احساس مش كويس. وفينوم بيقول لايدي اللي مع كارتون ده اسمه ريوت، وريوت ده زي قائد الفريق او حاجه شبه كده، وده لان محدش بيقدر يوقفه عشان بيقدر يتحول لاسلحه. يلا بينا. وكارتون بيكون بيقول لرجالته انا اللي اطلع بالمركبه الفضائيه، فاسمه ايه ده بيقول له بس احنا لسه بنصينها وبنعمل لها فحص، وحتى بعد لما تكمل مش هتعرف تطلع بقى لوحدك. فقال انا مش لوحدي. وفينوم بيكون بيقول لايدي لو ما قدرناش نوقف ريوت هيرجع على هنا وهو معاه ملايين من السيمبيوت. فقال له بعد ما يعمل كده السيمبيوت دول هيتغذوا على الكوكب كله ولا ايه؟ قال له اه هو ده اللي هيحصل، بس انا هقول لك على حاجه برضه، انا قررت ان افضل هنا عشان انا بعتبر الكوكب بتاعي فاشل والكوكب بتاعكم عاجبني، ولو ما وقفناش الصاروخ ولا المركبه بتاعت كارتون دي ريوت هيجيب ملايين من جنسنا وهيدمروه. وكارتون بيكون بيقول لاسمه ايه وقف الصيانه ابدا تشغيل الصاروخ دلوقتي. فقال له نعم. قال له انت ما بتفهمش بقول لك شغله، وبيروح مشغله هو، وبيكون هيطلع بعد 5 دقايق وريوت بيتحول للشكل بتاعه الكامل وبيمسك الدكتور ده وبيقوم محول ايده لسلاح وبيرشقه في بطنه، وكل اللي في المكان بيقوموا كلهم يجروا لبره، فبيقوم محول دراعاته الاتنين لسواتير وبيشق كل اللي موجودين وبيطلع عشان يروح للصاروخ. وفينوم بيشوفه وهو طالع فايدي بيقول له انت هتعرف تواجه البتاع ده؟ قال له المشكله انه عنده حاجات انت عمرك ما شفتها قبل كده. فقال له طب واحتماليه فوزنا هي ايه؟ قال له 0. وريوت وهو رايح للصاروخ بيلاقي فينوم طلع له في وشه، فبيقول له يا فينوم ادخل الصاروخ. فقال له لا انا مش هخليك تدمر الكوكب ده. فقال له يبقى تموت. وبيروح محول ايديه لسلاح تقيل وبيجي يخبطه بيه بس ما بتجيش فيه، وبيحول الدراع التانية لنصل وبيجي يخبطه برضه ما بتجيش فيه، وفينوم بيقوم ماسكه من دماغه وجايب وشه في الارض وبيشوطه بالرجل. فريوت بيقول له انت الجسم اللي انت فيه قوي بس برضه مش كفايه، وبيحول دراعاته لاسلحه وبيخبطها في الارض وبيفضل يطلع اشواك من الارض وفينوم بيحاول يتفاداها، والاتنين بيمسكوا في بعض وفينوم بيمسك في رقبه ريوت فبيروح مطلع اشواك من ظهره وبيخرمه وبيخبطه خبطه بيوديه بعيد شويه وبيروح ماسكه حتفه هناك وبيمسك فيه بيطلع مخالب من ايده وبيشق بيها وشه. واني بتبقى وصلت لمؤسسه لايف عند مركز التحكم الخاص بالصاروخ وبيكون فاضل دقيقتين و30 ثانيه والصاروخ يطلع، وريد بيمسك فينوم بيشده من جسم ايدي وبيقدر انه يفصله عن جسمه وبيقربه من بقه عشان ياكله، بس ايدي بيمدله ايده بسرعه وبيرجع لجسمه تاني، والاثنين بيمسكوا بعض وبيضربوا بعض وكارتون وايدي هما كمان بيضربوا بعض وبيحصل شويه عبث كده، وريوت بيدومهم كلهم في جسمه وبيتحدوا كلهم في جسم واحد اللي هو جسم ريوت، وبيطلع يجري على الصاروخ بس مره واحده بيسمع صوت الذبذبات الصوتيه واللي بتكون شغلتها هي اني من مركز التحكم، وفينوم وريوت بينفصلوا عن بعض وبيطلعوا بره اجسام شركائهم. فكارتون بيروح خابط ايدي بنيه ورجل في وشه، فبيروح ايدي رافض وخبطه البنيه بيوقعه على الارض، وريوت بيقرب منه عشان يرجع له تاني بس بيروح ايدي خبطه رجل موقعه من فوق وبيرجع يجري لفينوم، بس مره واحده بيلاقي نصله كبيره رشقت في ظهره طلعت من صدره وبيروح واقع على الارض، وريوت بيجي يقول له انت نكره مالكش اي قيمه، وبيطلع على الصاروخ وبيدخل جواه وبيكون خلاص ايدي بيودع، ففينوم بيطلع في اللحظات الاخيره وبيدخل لجسمه تاني وبيشفي جرحه ده، وبيكون خلاص العد التنازلي بدا 10 ثواني والصاروخ يطلع، فبيروح فينوم مطلع النصله دي من صدره وبينط على الصاروخ وبيكون خلاص طلع، وبيقول لريوت اشوف وشك بخير، وبالنصله اللي في ايديه بينزل وبيروح شايق الصاروخ بيها، فالصاروخ بينفجر وكارتون وريوت بيتحرقوا جواه، والصاروخ بيعمل انفجار كبير بيخلي فينوم وهو بيقع يتحرق هو كمان، وبيقول مع السلامه يا ايدي وبيطلع بره جسمه وبيتقطع وايدي بيقع في الميه. وتاني يوم بيكون ايدي بيقول لي اني شكرا لك على وقفتك جنبي، انت ساهمت في انقاذي. فبتقول انا رجعت للشغل تاني وانضم لمكتب المدعي العام، وانت تعمل ايه؟ قال لها الشبكه طلبت مني ان ارجع تاني عشان اذاع تقرير عن كارتون دريك. فقالت له انت قلت لهم ايه؟ قال لها رفضت، هفتح بقى لايفات على التيك توك واسوق الخنكه او افتح بودكاست على اليوتيوب واقعد افتف كلام ملوش اي قيمه، وعشان ما حدش يقول انت بتهجص ليه، هو اللي قاله انه هيقدم البرنامج بتاعه اللي كان بيتعرض على التلفزيون وصفحته على النت هيقدمه على النت بس.
واني بتقول لي ايدي انا زعلت على فينوم. ففينوم بيتكلم في عقل ايدي وبيقول له هنرجع عليك تاني ما تقلقش. فبيقول له لا ما اظنش. فاني بتقول له نعم انت قلت ايه؟ قال لها ولا حاجه. قالت له اكيد انت مش عايز تقول لي حاجه؟ قال لها لا خلاص مش عايز اي حاجه مع السلامه. وبيقول له فينوم بص يا سيدي انا مش ممنع انك تفضل معايا بس تمشي بقوانيني وتتبع شروطي مفهوم؟ العالم ده فيه كتير من الناس الطيبين وفي نفس الوقت في ناس اشرار فاللي احنا هنعمله ان احنا نحارب الاشرار وندعم الخير والناس الاشرار دي بقى ممكن في اوقات اخليك تاكل راسهم بس اياك تعمل كده مع الناس الطيبين. فقال له ماشي مفهوم بس انا ممكن حالا اكل اي حاجه ولا انا هشفي كبدك؟ فقال له اكلك ما تقلقش. وبيدخل السوبر ماركت اللي بيدخله على طول وبيمس على اللي واقفه فيه وبيقول له فينوم تحب تاكل ايه؟ قال له بطاطس مقليه وشوكولاته. ايوه فينوم من هنا ورايح هتكون دي وجبتك الاساسيه فتعود بقى. والحرامي بتاع المره اللي فاتت بيدخل يرفع السلاح على اللي واقفه ففينوم بيقول هو ده شرير صح؟ وبيروح ماسك ايديه وبيكون متحول التحول الكامل وبيقول له انت لو جيت هنا تاني او حاولت تاذي اي حد غلبان هقطم اطرافك وامشيك من غير دراعات ولا رجلين ولا راس. فقال له انت مين؟ فبيقول له الجمله الشهيره We are Venom وبيروح قاطم راسه وبيرجع لجسم ايدي تاني. فالولايه بتقول له وايه ده يا ايدي؟ قال لها انا متصاب طفيلي وبيطلع بره. وفينوم بيقول له انت قلت لها طفيلي اتاسف. فبيقول له لا. قال له اتاسف. قال له ماشي انا اسف. وبعدها ايدي بيبقى رايح السجن ده عشان يقابل حد ويكتب عنه تقرير يزيره والظابط بيدخل ايدي العنبر الحبس الانفرادي وبيقول له انا لو كنت مكانك كنت ارفض اعمل المقابله دي. فبيقول له المكتب الفدرالي على امل اني اساعدهم عن طريق المقابله دي واعرف منه الاماكن اللي فيها الجثث. فقال له طب خلي بالك بقى لا يخلوك جثه انت كمان. وبيفتح له باب الزياره وايدي بيدخل فلما بيشوفه بيقول له ازيك يا ايدي سيبك من موضوع النقاط المتسلسل وتعالى قرب هنا عشان اعرف اتكلم معاك. فبيقرب منه فبيقول له اسمع يا ايدي انا لما اخرج من هنا هقلب على وطير وهدي وبيقول انا نول سيد الظلام ومدمر العوالم وولادي بعد لما عملتهم حبسوني هنا. هو قصده يعني السيمبيوت عزيز المستمع لان هو اللي صنعهم. وبيقول اخيرا الكودكس بقى موجود وهو ده المفتاح اللي اقدر اتحرر بيه. وبيأمر كل الوحوش اللي عنده انهم ينزلوا على الارض ويدوروا على المفتاح ده وبيفتح لهم بوابات زمنيه بيدخلوا فيها وبيحلف بالطلاق انه اول ما يتحرر هيدمر الكوكب وكل السيمبيوت اللي موجودين. انا والله اول لما شفته وسمعت صوته عزيز المستمع فكرني باسمه اللي كان في لعبه نايت مير كريتشرز لو تعرفوها اللي هي اللعبه دي. ايوه هي دي عزيزي المستمع. وبعدها بيكون ايدي قاعد في بار وبيقول اسمه ايه ده انت بتقول الكائنات الفضائيه مش موجوده؟ لا موجوده وبتحب تاكل الادمغه كمان. وبيفضل يهبل لانه بيبقى شارب اصلا. وفجاه في بوابه زمنيه بتتفتح وايدي بيتشد فيها وبيطلع منها في نفس المكان تاني وده معناه انهم رجعوا لزمانهم الاصلي بعد ما دخلوا في زمن مش زمانهم في اخر الجزء اللي فات. وفينوم بيقول هو ايه القرف اللي احنا كنا فيه ده وبيخلي ايدي يدخل اللي واقف في البار وبيطلع دراعاته وبيشتغل بعشوائيه وبيبدل المكان وبيعمل لايدي مشروب. واسمه بيقول له هو ايه يا استاذ ده ايه الحاجات دي؟ فقال له اتولدت بيها. وايدي بيشوف في الاخبار الاعلام الامريكي بيتكلم عنه وبيقولوا الشرطه لسه بتدور على الصحفي ايدي بروك عشان تستجوبه وخصوصا بعد موت المحقق باتريك مورجان. فايدي بيقول لفينوم انا كده مش هعرف ارجع لسان فرانسيسكو تاني وبرضه ما ينفعش افضل طول حياتي هربان في المكسيك. دول فاكرين ان انا اللي خلصت على المحقق مورجان وده لاني عزيزي المستمع في اخر الجزء اللي فات بعد لما خلصوا على كاسيدي هربوا على المكسيك على ما الوضع يهدى والحقيقه تبان بس الظاهر الوضع ما هداش ولا حاجه يعني. وايدي بيقول لفينوم بص احنا نروح لنيويورك القضاء هناك كان طردني من عندهم عشان كنت ماسك عليهم بلاوي ولسه معايا على فكره فاحنا ممكن نبتزهم عشان يبرؤونا من التهمه دي. ففينوم بيقول حلو قوي انا كان دايما نفسي اشوف تمثال الحريه. وبيسيب باريزا ولا عمله على البار مع حته منه وبيطلعوا من المكان وفي السكه وهم ماشيين بيسمعوا صوت كلاب فبيمشوا في اتجاه الصوت لحد ما بيدخلوا المكان ده وبيلاقوا باب مقفول بقفل. فايدي بيقول لفينوم افتحه فبيديله يد بيفتحه وايدي بيدخل وبيشوف الكلاب المحبوسه في اقفاص دي والرجاله دي بتطلع من وراه وبيقولوا له انت بتعمل ايه هنا يا شبح ده انت رجلك جابتك للخطر نفسه. فقال لهم ما انا عرفت كده برضه من نظرات التهديد اللي على وشوشكوا دي وبالطريقه دي المفروض اخاف يعني. فاسمعوا بيقول له انت مش هتمشي من هنا على رجليك انت هتطلع من هنا بتزحف. فبيقول له اسمع انا عندي صداع فبلاش نقلب عليكم. فالرجاله بيرفعوا عليه اسلحتهم واسمه بيفتح مطوه وبيقول له تقلب على مين يا رخ امك وبيمشي المطوه على وشه. فايدي بيقول اطلع. ففينوم بيقوم خبطه رجل مطيره جايبه في الجدار ده وبيطلع بشكله الكامل وبيفتح الاقفاص اللي فيها الكلاب والكلاب بتطلع تمسك فيهم وبيهتف ايدي على اسمه ده بيخبطه بالرجل وبيلف الجنزير ده على رقبته وفينوم بيمسك ده وبيحطه في قفص من بتاع الكلاب وبيقفل عليه وايدي بيقلع اللي في رجليه وبيحتفوا على خلقه الواد ده وفينوم بيمسكه وبيحتفوا الناحيه الثانيه ومشطوب الاسم ده بيجي يجري لبره فبيلاقي ايدي في وشه وبيقول له انت رايح فين؟ قال له مروح. فقال له لا. وفينوم بيمسكهم هم الاربعه وبيديلهم واحده
وبيقطوا مراسهم هما الاربعه، وايدي بيقول فين فردة الكروكس اللي كانت في رجلي، وبيلاقيها في بق الكلب ده، فبيجي يشدها منه فبتتقطع. ففينوم بيجيب له بوت من اللي كان في رجل واحد من العيال دي وبيطلع لبره والكلاب بيكونوا وراه، ووحش من الوحوش اللي نول بعتهم بيكونوا موجودين في المكان برضه، وبيكون في حد مراقب ايدي وبيعرف مكانه في المكسيك وبيقول لقيتك كلم يا ابن الجنرال ستريكلاند. وبعدها قوات امريكيه بتنزل المنطقه اللي رصدوا ايدي فيها، والمسؤول عن البار بيشوف الجزء اللي فينوم سابه منه على البار وبيجي يلمسه، فبيلاقي اسمه ايده حاطط انبوبه فوقه وبيحبسه جواها، وبيقول له ده طفايلي خلي بالك عشان هو عايش. وبيكون ده الجنرال ستريكلاند يا عزيزي المستمع، وبيقول له قول لي بقى هو الراجل اللي كان عندك ده كان بيعمل ايه؟ فبيقول له كان بيكلم نفسه وبيتصرف تصرفات غريبه، وكانت في دراعات سودا وغريبه بتخرج من جسمه، فبيقول لرجالته هاتوه، فواحد من الرجاله بيقربوا وبياخدوه معاهم. وبالليل بتكون البنت دي نايمه وبتحلم باللي حصل ايام زمان لما كانت هي واخوها قاعدين وبيبصوا في السماء، وهي كانت بتقول له انت هتطلع على النجوم دي في يوم من الايام، وهو بيقول لها في يوم من الايام هبقى عالم في وكاله ناسا وهطلع على النجوم دي. بس في اليوم ده كان بيكون في رعد في السماء، فبيقوموا هما الاثنين يجروا من مكانهم وبيكونوا ماسكين في ايد بعض، فالبرق بيضرب البنت في كتفها وبينتقل لاخوها بيفحمه في ساعتها وبيقع في الارض، وهي بتكون دراعها اتشل وبتصحى من الحلم مفزوعه وبتلاقي رساله واصله لها من ستريكلاند بيقول لها مورجان في السكه، والعربيه دي بتكون جايبه المحقق مورجان في تابوت وبيقولوا حطوه على الانعاش في امل انه يعيش. والبنت بتكون في طريقها للمكان وبتكون حاطه صوره لاخوها في العربيه وبتقول كان المفروض تكون مكاني دلوقتي، وده معناه انها هي اللي حققت حلم اخوها وبقت عالمه شغاله في القاعده العسكريه اللي بيسموها المنطقه 51، ودي منطقه المفروض يعني انهم بيعملوا فيها ابحاث عن الكائنات الفضائيه او الظواهر اللي هي ملهاش تفسير. والجنرال ستريكلاند بيبقى وصل المنطقه وبيروح عند الجهاز ده واللي بيكون فيه حمض قادر انه يدوب اي حاجه لانه شديد جدا يعني، وبيفتحوا بالبصمه بتاعته وبينزل الحمض على اسطوانه فيها مواد خطره بيولوجيه بتدوب الاسطوانه نهائي وبتخفيها. والدكتوره بتبقى دخلت المكان هي كمان، والجندي ده بيقول لها صباح الخير يا دكتوره تيدي تقدري تدخلي دلوقتي. والدكتوره تيدي بتدخل وبتنزل بالعربيه بتاعتها في مصعد للمختبر اللي تحت الارض، وبتدخل تقابل الدكاتره دول وبيقولوا لها دي اشعه باتريك مولجان، احنا انقذنا حياته اصل كان هيموت، حقناه بسيمبيوت وحقق التعايش معاه. والبنت دي بتروح لهم، فالدكتوره تيدي بتقول لها ازيك يا سادي، والجندي ده بيديها العينه اللي هي جزء من فينوم وبيقول لها احنا لقيناها في المكسيك، فبتروح تحطها مع باقي العينات اللي عندها من كذا سيمبيوت. وستريكلاند والدكتوره تيدي بيروحوا يلبسوا بدل واقيه وبيعقموا نفسهم وبيدخلوا للمكان اللي حاطين فيه مولجان، وتيدي بتقول لسيدي وصليني بيه عشان اتكلم معاه، وبتقول له انا دكتوره تيدي ما تخافش انت في امان وهنساعدك، احنا كنا مضطرين ان احنا نحقنك بالسيمبيوت عشان خاطر ننقذ حياتك. فبيطير من مكانه وبيلزق بدراعه في الازاز وبيقول لهم وحوش. فتيدي بتقول له ممكن اسالك كام سؤال؟ هو السيمبيوت بيتواصل معاك وبتقدر تسمعه؟ طب هم هنا ليه؟ وستريكلاند بيقول له بنتكلم عن السيمبيوت عايزين ايه؟ فقال له ملجأ امن عشان نقدر نهرب، الوحوش بتاعته بتدور علينا في كل مكان وهيوصلوا لنا ولما يلاقونا يخلصوا علينا كلنا. فتيدي بتقول له مين المسؤول عن ده؟ فقال لها الاحسن لك انك ما تعرفيش. والطياره دي بتكون طايره في الجو وفينوم بيكون مشعبط ايدي فيها وبيقول له انا قلت لك اني اخدك لنيويورك ببلاش، فبيقول له بس انا شكلي كده هموت من البرد. ففينوم بيطلع بشكله الكامل، والوحش في ساعتها بيحس بيه وبيحس بالمفتاح اللي معاه اللي هو اسمه الكودكس، وبيقوم نطط نطه واحده من على الارض ل 9500 متر فوق وبيمسك في الطياره وبيروح يجري على فينوم وكان هياكله، بس فينوم بيتزحلق من تحته والوحش بيروح في جناح الطياره وبيتفرم جواه، وفينوم بيقول انا اسف يا ايدي بس لازم اختفي، وبيقوم داخل جواه وايدي بيقع من فوق الطياره وبيقول له انت عملت كده ليه؟ فقال له افهمك، وبيقوم فاتح له باراشوت وبيقول له انت شايف يا ايدي المنظر حلو ازاي؟ عشان كده انا ما عنديش اي مانع ان افضل عايش هنا طول حياتي. فبيقول له اخرس انا عايز افهم ايه البتاع اللي هاجمنا ده وكان هيخلص علينا. والعربيه دي بتكون ماشيه على الطريق وفيها عيله مكونه من اب وام وبنت وابن وكلب كمان، وبيكون الاب واخدهم ورايحين على المنطقه 51 عشان بيكون عنده هوس ان في كائنات فضائيه هناك وانه لما يروح هناك هيشوفهم ويشوف بقى سفن طائره والكلام الفاضي ده. وفجاه وهم ماشيين بواقي الوحش اللي اتفرمت بتنزل على الطريق والوحش بيرجع يجمع نفسه تاني، يعني ما بيكونش مات ولا حاجه. ومعلش يعني يا عزيزي المستمع لو هقطع تركيزك بس في كلمتين محشورين في زوري من ساعه لما قلت المنطقه 51. المنطقه 51 موجوده فعلا في ولايه نيفادا في امريكا، وهي تعتبر قاعده عسكريه سريه تابعه للقوات الجويه الامريكيه، والغرض الوحيد المؤكد منها هو تطوير واختبار طائرات التجسس اللي هي بتطير لمسافات عاليه، والنشاط فيها غير معروف لان كل حاجه فيها بتتم بسريه، وده خلى الشعب الامريكي يقول ان المنطقه دي موجود فيها كائنات فضائيه هم حابسينها فيها، وبيقولوا كمان ان في مركبات فضائيه اللي هي السفن الطائره دي، وبيقولوا بقى انهم بيعملوا ابحاث على الكائنات الفضائيه والمركبات الفضائيه وكل الكلام الفارغ ده. حتى مستر بيست عمل فيديو في سنه 2019 انه قضى 24 ساعه في المنطقه 51، بس الموضوع مش سهل كده يا عزيزي المستمع، لان الحكومه اكدت كذا مره ان اي محاوله اختراق
اختراق امني هتؤدي لعقوبات شديده جدا. والفيلم موضح ان في كائنات فضائيه بيعملوا عليها ابحاث فعلا، يعني تقريبا كده كل الافلام اللي اتذكر فيها المنطقه 51 بتتكلم عن الكائنات الفضائيه. فنرجع لموضوعنا، وايدي لما بينزل على الارض بيقول احنا فينا مصيبه بقى، دي مش نيويورك. ففينوم بيقول له مصيبه تشيلك. فقال له هو ايه البتاع اللي كان بيهاجمنا ده؟ قال له ده زينوفيج بيصطاد السيمبيوت، والمشكله ان طالما ده وصل لي فالباقي هيوصلوا لي. اصل اللي صنع الزينوفيج هو اللي صنع السيمبيوت، والسيمبيوت قلبوا عليه وحبسوه في سجن احنا اللي عملناه عشان يفضل فيه للابد. فقال له هو اسمه ايه؟ قال له نول. فقال له نول، فبيسد بقه وبيقول له لا ما تقولش اسمه، الوضع خطر. فقال له طب ابعد دراعك اللي يقرف ده وخلينا نكمل. وفي الطريق بيقول له البتاع اللي اسمه زينو ما اعرفش بقى، المهم عايز منك ايه؟ فقال له مش مني انا بس، ده مننا احنا الاثنين يا ايدي. قال له احنا الاثنين؟ احنا ما عندناش غير القميص اللي انا لابسه ده وفردة جزمه والشمس اللي هتفلق نافوخ اتنين دي. فقال له لا عندنا الكودكس خلينا اوريك. وبيقول له يعني استغفر الله، انت لو مت اقدر ارجعك للحياه، لا اله الا الله. وبيكمل كلامه بيقول لما برجعك بقى قوه الحياه لكل واحد فينا بتندمج في قوه واحده اسمها الكودكس، والكودكس ده هو عباره عن مفتاح بيفتح قفص، والقفص ده هو السجن اللي محبوس فيه اللي صنعنا، ولو وصل له هيتحرر. فقال له هو احنا متنا قبل كده اصلا؟ قال له حصل. وايدي بيفتكر يوم ما ريت خبطه بنصله كبيره اخترقت جسمه وموتته في ساعتها في الجزء الاول، وبيقول ده معنى كده ان الكودكس معانا. فقال له اه، وعشان كده الزينوفاج بيطردونا وهما ما يقدروش يشوفوا الكودكس غير لما اطلع بشكل كامل، عشان لما بطلع الكودكس بيبعت اشاره تعقب ليهم فيقدروا يمسكونا ويقلعوا عمودنا الفقري ويروحوا يحرروا نول. وللاسف الكودكس ده هيفضل موجود طول ما احنا الاثنين عايشين، ومش هيختفي غير لو حد فينا مات. وايدي بيشوف الحصان ده فبيقول له ايه رايك؟ انت تقدر تخليه يجري بسرعه قد ايه؟ فقال له خلينا نشوف. وبيقوم داخل في الحصان وبيركب ايدي وبيطلع يجري، وايدي بيقول له بالراحه يا فينوم هتوقعني، بس لما تسيب الحصان ده هوريك. فبيقوم فينوم ناطط على جبل بيطير ايدي من فوقه وبيرجع يشده عليه تاني وبيكمل طريقه. وستريكلاند والدكتوره تيدي بينزلوا للمكان ده وبيكونوا حابسين فيه كام سيمبيوت كده، وتيدي بتقول ده كان بيقولوا انهم هربانين. فقال لها سيبك منه، هم على طول بينجوا اصلا، لما نيزك اللي كانوا فيه نزل على الارض طلعوا كلهم عايشين ومسكناهم وجبناهم على هنا، فازاي بقى هربانين؟ اكيد جايين عشان يدمروا الكوكب. والجندي ده بيقول له احنا وصلنا ان ده استغاثه من طياره خرجت من المكسيك ان في واحد نط من فوق الطياره. فقال له طيب هنطلع بطياره عسكريه. وفينوم بيبقى وصل للنهر ده وبيشرب ميه، والطياره دي بتحضر في المكان والقوات بيضربوا فينوم بسلاح صدفه بيطلع من جسم الحصان وايدي بيقع في النهر، وفينوم هو كمان بينزل في النهر عشان يوصل لايدي. وستريكلاند بيقول لهم خلصوا عليه وهاتوا السيمبيوت. والقوات بتنزل الميه وبيجروا ورا ايدي، وواحد منهم بيمسك في تحت الميه وبيفضل ماسك في رقبته فبيكسر له خرطوم الاكسجين وبيجري، بس واحد تاني بيجي يمسك فيه فايدي بيقلع من على وشه الماسك. فالواد بيطلع السلاح بس ايدي بيمسكه منه وبيضرب الطلقه فيه هو، بس دي بتطلع واحده مش واحد. وايدي بيطلع على سطح الميه بيمسك في جذع شجره وبياخد نفسه، بس واحد تاني بيشده لتحت. وفينوم بيدخل في سمكه وبينط بره الميه بيدخل في ضفدع، وبيكون ايدي هيقع في الشلال ففينوم بينط وبيدخل في جسمه وبيطلع بشكله الكامل. فايدي قال له لا كده الوحش هيجي، فقال له انا مش هسيبك تموت، وبيقعوا من فوق الشلال. والوحش بيحس بيه فعلا وبيحضر في المكان، والقوات بتمسك فينوم وبتفضل تقرب في تحت الميه. وستريكلاند اول لما بيشوف الوحش بيقول هو جه منين ده، والوحش بينط في الميه بينزل لهم والقوات بتضرب عليه نار فبيمسكهم بياكلهم وكانه حطهم في مفرمه. العيال فعلا بتتفرم في بقه. وايدي بيكون ماشي جنب النهر وبيقول لفينوم دول كانوا قوات خاصه، يعني دلوقتي الشرطه بتطاردنا والجيش الامريكي والوحش ده كمان. الوحش ده جه مننا مصيبه يا فينوم، انا شفته وهو بيفرمهم جوه بقه. وبيكمل ماشي في الغابه، والدكتوره تيدي بتكلم مولجان وبتقول له احنا عايزينك تخرج عشان الوحش اللي انت بتقول عليه ده ظهر وخلص على ناس. فالسيمبيوت اللي في جسمه بيطلع بشكله الكامل وبيكون سيمبيوت اخضر، وبيقول لها اللي نول بيدور عليه مش موجود هنا. فبتقول له بيدور على ايه؟ قال لها على اللي لونه اسود. فقالت له السيمبيوت بتاع ايدي بروك. قال لها ما فيش غيره اللي معاه الكودكس، عشان فينوم هو اللي معاه المفتاح اللي يقدر يحرر نول ولازم ما يوصلش لي ابدا. فقالت له عشان هيخلص عليكم ولا ايه؟ قال لها وعليكم انتوا كمان، وطول ما السيمبيوت عايش والشخص اللي معاه برضه هيفضل الكودكس موجود. فستريكلاند بيقول له لو واحد فيهم مات، قال له الكودكس هيموت. فالدكتوره تيدي بتقول لستريكلاند بلاش، فقال لها لا مفيش حل تاني لازم اخلص على السيمبيوت الاسود ده. فتيدي بتقول له لا احنا لسه ما نعرفش عنهم حاجه. فقال لها انا رجالتي ماتوا والوحش اللي انا شفته ده مش هنعرف نصده. وايدي بيكون وصل للعيله اللي شفناها من شويه وبيكونوا زي مخيمين كده في الغابه، ولما الراجل بيشوفه بيقول له ايه غريب عامل ايه؟ فقال له مش كويس. قال له جعان؟ فقال له اه. قال له طب تعالى دي عيلتي، مراتي وابني وبنتي والكلب بتاعنا وانا مارتن. فقال له ازيك يا مارتن انا ايدي. وبيقعدوا وبيدوا له الاكل وبيكون عباره عن خضار. ففينوم بيشوح لورا وبيقول مش عايزه. وجماعه مارتن بتقول له وانت رايح فين يا ايدي؟ فقال لها نيويورك. فمارتن قال له السكه طويله لنيويورك وماشي حافي بس انا اقدر اوصلك للاس فيجاس. فقال له متشكر قوي ده من ذوقك. وبنته بتقول شكله كده قاتل متسلسل زي اللي بسمع عنهم في البودكاست. فمارتن بيقول له سيبك منها دي
بتهزر. بص يا ايدي، احنا والعيال رايحين للمنطقه 51 على امل ان احنا نشوف كائنات فضائيه، انت من رايك انهم موجودين فعلا ولا لا؟ فقال له موجودين ومقتنع كمان. وبعدها بيطلعوا بالعربيه وبياخدوا ايدي معاهم وبيفضلوا يغنوا في الطريق، وبالليل بيكونوا نايمين في العربيه والام هي اللي بتبقى سايقه، والواد الصغير بيصحى من النوم وبيقول لايدي تاكل شوكولاته، فبياخدها منه وبيقول له شكرا، انا عندي صاحبي بيحب الشوكولاته جدا. فبيقول له انا مش عايز اشوف كائن فضائي عشان بيخوف. فقال له اسمع يا حبيبي، هقول لك على سر، الكائنات الفضائيه ملهاش وجود اصلا. وبعدها بيدخلوا لاس فيجاس، وايدي اول لما بينزل من العربيه الكاميرا دي بترصده وبتحدد هويته ومكانه، ومارتن بيدي لايدي قرشين وصندل يلبسه، وايدي بيكون نفسه وبيتمشى في الشارع، وفينوم بيقول له في جيبك شوكولاته وبيطلعها بياكلها، وبيشوفوا واحد ولا واحده عاملين فيها تمثال الحريه في الشارع. ففينوم بيقول نفسي اشوفه على الحقيقه يا ايدي. فقال له انت تعرف ان التمثال ده عملوه عشان يرحب بالزوار اللي جايين لامريكا، وانت منهم يا فينوم، وما تقلقش هنشوفه سوا. وبيجي ايدي يدخل الفندق ده، فالامن بيطلعه وبيقول له الزي الرسمي ضروري في فندق باريس يا فندم. فقال له بس ده اللبس بتاعي في الاجازه. فقال له لا. فبيقوم فينوم طالع وبيديله بالدماغ بيغمى عليه. فايدي بيقول له هو ايه اللي انت عملته ده ليه كده؟ وبيروح للي بيفك ميه هناك ده وبيكون لابس بدله، وبيلف له بيقول له ازيك، وبيكون ناس الحنفيه مفتوحه وبتنزل على رجل ايدي، فدراع ايدي بيتحول لدراع فينوم وبيديله بالقلم على وشه بيزحيه على الارض، وايدي بيشده وبيلبس البدله بتاعته. وفينوم بيقول له ايوه يا ايدي ايه الشياكه دي. ثواني يا عزيزي المستمع، لو وصلت للوقت ده من الفيديو اعمل اشتراك في القناه، خلينا نزقها شويه ومنها برضو تكون بتشجعني ان اكمل، وبالمره اعمل لايك للفيديو. وايدي بيدخل الفندق وفينوم بيقعد ايدي على اللعبه دي وبيحط كل الفلوس اللي في جيبه وبيتحكم هو في جسمه وبيفضل يخبط زي المتخلف وبيحرج ايده وسط الناس. وفينوم بيقول له يا ايدي انا عايز فلوس تاني. فقال له انا ما عادش معايا اي فلوس. فبيقوم وبيخليه يخبط اللعبه بالرجل بيكسرها. فبيقول له حسيب يا فينوم انت شكلك كسرت رجلي. والوليه دي بتظهر وبتقول ايدي بروك. فبيقول له استاذه تشين، وبتقول له ايه يا ايدي الشياكه والحلاوه دي، هو فينوم معاك؟ قال لها فبتقول له انا فضلت العب واكسب هنا كتير واشتريت الفستان ده واجرت اوضه فوق. فقال لها كويس، وانا البدله اللي عليا دي سرقتها من واحد عملها عليا. فقالت له عشان كده ريحتك نتنه، اطلع يا ايدي الاوضه بتاعتي فوق استحمى. وتشين دي هي بتاعت السوبر ماركت في الجزئين اللي فاتهم لو مش واخد بالك يا عزيزي المستمع. والجندي ده بيدخل ستريكلاند وبيقول له احنا حددنا مكان ايدي بروك يا فندم، هو في فندق باريس في لاس فيجاس. فقال له طب ابعت قواه. وتشين بتكون بتقول لايدي يلا نرقص. فقال لها لا. قالت له بكلم فينوم. قال لها بلاش تشجعيه هو ما ينفعش يطلع اصلا. فقالت له ليه هو عليه طر مد قوم. ففينوم بيتحمس وبيطلع وبيفضل يرقص هو وتشين. ومره واحده الوحش بيقوم مقتحم المكان وفينوم بيدخل في جسم ايدي تاني، وايدي بيقول لك تشين ما تتحركيش هو مش شايف اللي هو بيدور عليه دلوقتي. فالوحش بيقوم واخد بعضه وبيطلع بره المكان، والطياره دي بتوصل وبينزل منها قوات وبيضربوا ايدي بمسدس الصوت بيطلعوا فينوم من جسمه وبيحبسوه جوه الانبوبه دي، وواحد منهم بيقرب ايدي وبياخدوه معاهم. والطياره وهي ماشيه الوحش بيجري وراها، ولما بيوصل معاها وبيدخل المنطقه 51. ومارتن وعيلته بيكونوا وصلوا المنطقه هم كمان وبيبصوا عليها من بره، وابنه الصغير بيدخل المنطقه من تحت الشباك دي، ومارتن بدل ما يقول له انت رايح فين يا ابني بيدخل وراه، وبيدخلوا كلهم المنطقه وبيكونوا جوه حابسين فينوم في اسطوانه. وسيدي بتقول حالته متدهوره جدا بسبب انه بعيد عن صاحبه، فالدكتوره تيدي بتقول لها نزليه مع الباقي تحت، فبتنزله وبتنزل له هي كمان تحت. ومارتن بيقول لعيلته خلونا نطلع على البرج اللي فوق ده اكيد المنظر هيكون احسن من فوق، وبيطلعوا يبصوا على المنطقه من فوق البرج. وايدي لما بيفوق بيلاقي نفسه محبوس في اوضه وبيسمع حد بينادي عليه، فبيقوم يشوف مين وبيقول مولجان انت عايش بتعمل ايه هنا؟ فالسيمبيوت اللي في جسمه بيطلع وبيقول له بيطردونا يا ايدي وانت معاك اللي هم عايزينه، في سيمبيوت كتير هنا حررهم يا ايدي عشان نول لازم يفضل محبوس. والدكتوره تيدي بتدخل لايدي فبيقول لها هو صاحبي فين؟ قالت له في امان ما تقلقش. وستريكلاند بيدخل برجالته بيقول لها اوعي يا دكتوره انت ما عدتش مسؤوله عن ده، وانت سمعت اللي قاله الكودكس موجود طالما حد فيهم عايش. وبيطلعه من الاوضه بيقول له انت قتلت حد من فريقي، وبيقوم ضربه بالنار. ففينوم بيطلع بشكله الكامل من جسم سيدي لانها بتبقى حرارته، وبيدخل في جسم ايدي وبيخرج الطلقه منه. ومره واحده الوحش بيظهر ففينوم بيقول لهم اجروا، والسيمبيوت الاخضر بيطلع يمسك فيه وبيقول له اجرى يا فينوم، والوحش بيمسكه بياكله بحاله. وسيدي بتروح تطلع السيمبيوت اللي موجودين وفينوم بيدخل في جسم ايدي والكودكس بيختفي. والجندي ده بيضرب على الوحش نار فبيمسكه بيفرمه في بقه، واسمه ايه ده بيضرب عليه نار فبيقوم غزه بدراعه في بطنه. فسيدي بتقول لا جيم، والسيمبيوت الاصفر ده بيطلع وبيدخل في جسمه وبيعالجه. والسيمبيوت ده هو كمان بيطلع وبيدخل في جسم الدكتوره دي بيروحوا يضربوا الوحش، ودول كمان بيطلعوا يلبسوا في الدكاتره الموجودين، والاثنين دول بيتحدوا مع بعض وبيكتفوا الوحش. بس الوحش بيقوم خابط ده وبياكله، والسيمبيوت ده بيطلع بيدخل في جسم سيدي وبتروح تضرب الوحش مع الباقي. وايدي بيطلع بيجري لبره وفينوم بيظهر فالوحش بيجي يجري عليه، والسيمبيوت كلهم بيتلموا عليه والشله كلها بتطلع لبره. ومارتن وعياله بيشوفوا المنظر وبيقول ايه كل
ده. والدكتوره تيدي بتاخد عينه السيمبيوت دي وبتطلع لبره هي كمان، وكل السيمبيوت اللي موجودين بيطلعوا يضربوا في الوحش، والقوات بتضرب عليه نار ولا حاجه بتاثر فيه. وفينوم بيقول لايدي لازم نبعد الكودكس لاقصى حد ممكن، ومارتن بينادي على ايدي من فوق البرج، ففينوم بيطلعه فوق وبيقول لهم المكان هنا مش امن خالص. وبيقول للواد الصغير اسمع، انا كدبت عليك، الكائنات الفضائيه موجوده فعلا، واحسن صاحب ليا منهم وهو اللي هيخرجكم من هنا. انا بقول الكائنات الفضائيه موجوده، ده في الفيلم طبعا مش في الحقيقه يا عزيزي المستمع. وفينوم بيطلع بوشه وبيقول للواد ما تخافش، انا مبسوط اني شفتكم وشكرا ليك على الشوكولاته. وستريكلاند بيطلع بالمدفع ده وبيضرب قذيفه على الوحش بتنفجر فيه، والعربيه دي بتطير وبتخبط في البرج اللي مارتن وعيلته واقفين عليه، والبرج بيوقع بيهم، وواحد من السيمبيوت بيموت بسبب الانفجار ده، وبيكون كان في جسم جيمس صاحبهم وبيموت هو كمان. ومارتن وعيلته بيقعوا من فوق البرج، فايدي بينط وفينوم بيمسك الواد والبنت، والاثنين السيمبيوت دول بيلحقوا مارتن ومراته. والسيمبيوت اللي في جسم سيدي بيقول لستريكلاند هو كان بيحاول يحميكم، احنا مش الاشرار. والوحش بيقوم يجمع نفسه تاني، بس الدكتوره تيدي بتخبطه بالعربيه وبتقول لمارتن وعيلته اركبوا، فبيروحوا يركبوا، والوحش بيقوم بيعمل صوت عالي بيخرج كل السيمبيوت من الاجسام اللي دخلوا فيها، وبيستدعي باقي الوحوش من عند نول. ونول بيقول لهم يلا روحوا هاتوا الكودكس، وبيفتح لهم بوابات تنزلهم للارض، والوحوش بتنزل المنطقه، وبدل ما بيكونوا وحش واحد بيبقوا مش متاكد بس بيكونوا كذا واحد. وسيدي بتروح تهجم على الوحش ده وبتفضل تطعن في جسمه، والقوات بتضرب نار عليهم، والوحش ده بيكون هيخلص على سيدي. وفينوم بيقول لايدي دي انقذت حياتنا، فايدي بيقول للدكتوره تيدي طلعي مارتن وعيلته بره المنطقه، وبيروح يركب المكنه دي وبيطلع بيها، وفينوم بيطلع بشكله الكامل عشان يجيبهم وراه، فالوحوش بتسيب اللي في ايديها وبتطلع تجري وراه، وفينوم بيفضل يجري وهم وراه لحد لما بيخلوهم يقفوا على المتفجرات دي، وبيدخل في جسم ايدي والكودكس بيختفي. فستريكلاند بيقول لرجالته فجروها، فبيضربوا عليها نار بيفجروها كلها والوحوش فوقها، بس الوحش ده بيطلع من وسط الدخان وبينط على الطياره وبيوقعها بيفجرها، وبيمسك في الجند ده وبياكل فيه، فستريكلاند بيضرب عليه نار بيخليه يسيبه، وبيروح يشده بس بيقوم الوحش طعنه في ظهره طعنه بتخترق جسمه، وايدي بيجري بالمكنه وسيدي بتكون بتجري جنبه، فبيقول لها شفرات الطياره، وبينط فوقها بالموتوسيكل، وفينوم بيمسك الشفرات وسيدي هي كمان بتمسك شفره، وفينوم بيقوم قصص رقبه الوحش قاطعها، وسيدي بتقطع له دراعاته وبتلحق ستريكلاند قبل ما يقع، وبتروح تحطه جنب الجهاز اللي فيه الحمض المذيب اللي بيفتح ببصمته، وايدي وهو راكب المكنه بيقوم الوحش ده خبطه في الحاويه دي وبيمسكه بيرفعه على بقه وكان هياكله، بس بيقوم مارتن خبطه بقذيفه بيقطع الوحش من بعضه، وسيدي بتروح تجري على الوحش ده فبيقوم صارخ في وشها بيوقع السيمبيوت منها وبياكله، وبتتفتح بوابات تانية وبينزل منها وحوش جديده، وايدي بيكون مجروح في بطنه جرح شديد، وفينوم بيشوف الوحوش بره وبيكون عددهم كبير والوضع خارج السيطره خالص، ففينوم بيقول لايدي انا كنت اتمنى اشوفه تمثال الحريه، فقال له ما احنا هنروح نشوفه بس نخرج من هنا الاول. قال له دول هيفضلوا ييجوا يا ايدي ومش هيخلصوا، مش هنعرف نمشي من المكان، وبيشفي له الجرح اللي في بطنه وبيبص له بنظره كلها حزن، فايدي بينزل من الطياره المتدمره دي، وفينوم بيطلع بشكله الكامل بيلم الوحوش وراه وبيمسك فيهم كلهم بيضمهم جوه جسمه، وبيبص لستريكلاند عشان يشغل الجهاز، فبيقول لتيدي وسيدي يطلعوا بره المكان، فبيطلعوا يجروا، وفينوم بيقف تحت الحمض المذيب وبيطرد ايدي بره جسمه، وبيقول له انا مش هنساك ابدا وانت كمان ما تنسانيش يا ايدي. وستريكلاند بيشغل الجهاز والحمض المذيب بيبدا ينزل على فينوم وبيبدا انه يتفكك من بعضه ويدوب، بس ستريكلاند بيقع وما بيكونش قادر يكمل بسبب الجرح اللي عنده، ففينوم بيمسكه بيخليه يكمل في رش الحمض، وبيحط الباب ده على ايدي عشان يحميه، وبيقول له مع السلامه يا ايدي، وبيكسر كمان المواسير عشان الحمض يكتر عليه، وستريكلاند بيقوم شادد فتيل قنبله معاه وبيفجر المنطقه كلها، والدكتوره تيدي بتطلع العينه اللي فيها السيمبيوت وبتكسرها فبيدخل جوه جسمها وبيطلع بشكله الكامل، وبتمسك سيدي وبتطلع بسرعه بره المكان، ومارتن وعياله بيشوفوا الانفجار وهم في العربيه بتاعتهم، وايدي بيكون نجا من الانفجار، وبعدها بيفوق في المستشفى وبينادى على فينوم، بس بيسمع حد جنبه بيقول له مش هيرجع تاني، وبيكون الراجل الرتبه ده، وايدي بيقول له بس انا محتاجه معايا، فقال له مكانه مش هنا، ابدا حياه جديده يا ايدي، واعتبر كل اللي كان حصل في سان فرانسيسكو ده خلاص منسي، وحاجه تانية انت لو قلت كلمه واحده عن اللي حصل ده لاي حد هتقضي بقى حياتك في السجن. وبعدها بيكون ايدي بيتمشى في شوارع نيويورك وبيفتكر اللحظات الحلوه اللي قضاها مع فينوم وقت خناقهم سوا وهروبهم ولعبهم وقعدتهم سوا وكل الذكريات دي، وبيروح يقف قدام تمثال الحريه وبيقول مش هنساك ابدا يا صاحبي، وبنشوف بقى نول وهو بيكلم نفسه بيقول البطل الاسود مات، وبيحلف بالطلاق تاني مره انه هيدمر ويحمر ويشوي ويقلي ويعمل ويسوي، وحتى كمان بيقول انا هخلص على الكل، في مفهوم انت يا اللي بتتفرج. ايوه الكلام موجه ليك انت عزيزي المستمع، هو اللي قال فاتكلم معاه بقى انا ماليش دعوه. انت شايف اصلا شكله عامل ازاي؟ انا قلت لك شبه مين في اول الفيديو، فاعمل لايك بقى عشان ما يطلعلكش من تحت السرير بالليل. وبيخلص الجزء الثالث والاخير على كده، وانا اسف لو النهايه كانت حزينه يا عزيزي المستمع، ومحدش عارف فينوم هيرجع تاني ولا لا، بس ده المفروض انها نهايه السلسله، فلايك اشتراك فعل الجرس، واشوفك في ملخص الفيلم الجاي، وسلامات.